الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهد متابع قناة نجوم حلاقة، أهلا بحضراتكم. النهاردة فيديو عن فك وتركيب مشط مكنة الحلاقة الفرعوني، سواء كانت كيمي أو في جي آر. النهاردة اخترت لحضراتكم موديل في جي آر الفرعوني علشان نعمل عليه الموضوع ده للناس اللي بتعاني من إن المشط اتفك منهم، أو هم فكوا المشط ومش عارفين يركبوه، او لا قدر الله المكنه وقعت منك ومش عارف تركب المشط بتاعها في مكانه تاني. هنشوف الموضوع ده مع بعض كده عملي، وان شاء الله الكل يستفيد منه. تابعونا. بداية هنتكلم عن فك المشط نفسه، بس انا ما انصحش حد ان هو يفك المشط ده متعمد. افك المشط ليه؟ انا كده كده المكنه عندي هنا فيها فراغ، تمام، بتتيح لي ان انا انضفها بمنتهى السهوله، والشعر ما بيتجمعش اصلا داخل المشط نفسه. فانا هفكها بس عشان نعرف نجمعها ازاي، وهفكها للي غاوي بقى يفك، بس ان شاء الله يعرف يركبها بعد كده. امسك الاول كده المشط كويس، لان كل ما هفك هيفتح معايا، فامسك المشط كويس كده. بسم الله. لو مسكتش المشط كويس وانت بتفك هينطر منك، ولو المشط نطر والسوسته دي اللي هي طبعا مشكله وازمه كبيره جدا، السوسته دي ازمه كبيره جدا. لو نطرت منك وما لقيتهاش ومفيش اصلا سوسته بديله معاها، يبقى المكنه كلها ملهاش اي لازمه. اهم حاجه في المكنه دي السوسته والقطعه دي، القاعده نفسها. لو لا قدر الله اتقطمت او اتكسر منها حته، مش هينفع المشط يركب تاني. فنحافظ كده على الحاجه اللي في ايدينا. احنا كده المشط اتفك. المكنه دي فيها ميزتين مهمين جدا، ان القاعده الداخليه دي ليها كليبسات. الكليبسات دي معشقه في البودي نفسه، فصعب انها تفك منه الا لو لا قدر الله انها اتقطمت او اتكسرت. الميزه الثانيه ان عندي المشطين الحديد الصغيرين، المشط نفسه بمجرى. المجرى دي هنبيتها بقى هنا ازاي؟ بص حضرتك، مش هتطبع ده على ده، ولا هتجيبه من جنب ولا اي حاجه. هتحط المشط كده، تمام، وهتسحبه لفوق، هتلاقيه اتعشق كده تعشيقه لوحده، بيت هنا بقى سهل، تمام. دي كده اول خطوه. كده خلاص المشط بيبقى ركب معايا صح، زي ما انت شايفه كده. الزيرو هيجيب معايا اقصى درجه زي ما كان جايبها ان شاء الله. ركب معايا ده المشط كويس. اجي هنا على السوسته. السوسته دي ليها مكان هنا اهو. المجرتين دول اللي في الجنبين هم دول مكان تبييتة السوسته نفسها. كده اما اني هروح مركب بقى المشط كده وعشق السوستتين دول في مكانهم، ابيتهم كده في المكان بتاعهم، او اعمل حاجه تانية، افك المشطين دول عن بعض، تمام، واجي على المشط ده، المشط الداخلي، اروح مركبه كده بالشكل ده. وفي الحالتين اعمل حسابي ان الدراع بتاع الموتور نفسه يكون شابك في مكان تحريك المشط كويس كده بالمنظر ده، والطرفين بتوع السوسته يكونوا بايتين في قلب المكان بتاعهم المخصص، اللي هو مكان المجريتين دول. هعملهم كده بالطريقه دي بالشكل ده، وهلف المشط واجيب المشط الكبير اسحبه كده عليها من فوق لحد ما يبيت لحد ما يبيت كده قدام الفتحتين بتوع المسامير بتوع الربط. واكد مع المشط كده من قدام برضو، تمام. هو بالشكل ده كده قبل ما اربط وقبل ما اعمل اي حاجه اهو. هربط المسمارين كده. المسمار الاول يا دوب بس هشبك المسمار كده بسيط، وانا ضاغط برضو علشان احافظ على ثبات السوسته على المشط الحديد نفسه. وادي التاني، بسم الله، تمام. وامسك كده كويس، اتحكم تاني كده فيه، واربط بقى ايه، وقرط على المسمارين نفسهم.
ما قرطش قوي، يعني ما تضغطش قوي عشان حتى ما تكسرش القاعده البلاستيك اللي جوه بتاعه المسمار. تمام. بشغل كده، اشتغلت معايا كويس كده تمام. المكنه شغاله معايا زي الفل وان شاء الله ما فيهاش اي مشكله خالص. بعد ما ربطت بقى حسيت ان الزيرو قرب قوي من بعضه، اروح مهوي كده المسامير وابعد المشطين عن بعض شويه، ابعد المشط الصغير عن المشط الكبير بالمسافه الكافيه. طبعا هي مكنه زيرو، ان شاء الله لما هتربطها حضرتك بالطريقه دي وبالشكل ده هتبقى كويسه معاك وهترجع زي ما كانت. نصيحه اخيره، اللي مكانته لا قدر الله ما اتفكتش من نفسها، يعني ما وقعتش ولا اتفكت من نفسها، ما يحاولش هو يفك المشط، بلاش، عشان ما تتعبش في تركيبه. احنا بنقول الطريقه دي للي لا قدر الله وقعت منه المكنه والمشطين انفصلوا عن بعض، بنقول يعرف يركبها تاني ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ومفيد ومهم وحصري من قناتكم مجنون حلاقه. سلام عليكم.